الأمير فيصل بن تركي بهذه المناسبة السعيدة، ماذا تود أن تقول لسعد الحارثي؟ أبدا نتمنى إن شاء الله لسعد التوفيق، وهو يعني أخ صغير بالنسبة لي، وإن شاء الله يوفقه في حياته المستقبلية. سعد جالس في النصر أبو تركي؟ أكيد أكيد. كابتن سعد ألف مبروك هالمناسبة السعيدة، وش ودك تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أشكر أولا والدي على ما قدموه لي فيما مضى، وأنا إن شاء الله أني أكون بار فيهم إن شاء الله في حياتي الماضية وإن شاء الله والقادمة إن شاء الله، وأنا أكملت نصف ديني واللهم لك الحمد المنة والفضل الله سبحانه وتعالى. أشكر جميع أقاربي وأهلي وجمهور نادي النصر وأعضاء شرف نادي النصر على وجودهم وتواجدهم اليوم كلهم، اللي حضر منهم واللي غايب عذرا معاه، وجميع اللعيبة زملائي والجهازين الفني والإداري. وأتمنى إن شاء الله أنها تكون دافع لي إن شاء الله في أن أقدم، يعني أنا أقدم في أن أكون إن شاء الله أن تكون دافع لي في حياتي الدنيوية مع نادي النصر، وفي حياتي الدينية أيضا قبل الدنيوية. وشاكر لكم على تواجدكم وإتاحتنا الفرصة ومشاركتنا فرحتنا، وأحب أشكركم وأحب أشكر برنامجكم على تواجدي اليوم معنا. تو قلت لأبو تركي سعد باقي في النصر، قال لي إيه؟ إيش تقول أنت؟ أقول أبو تركي إن شاء الله قول وفعل إن شاء الله، وأبد أن أبناء النادي إن شاء الله ما أننا مختلفين إن شاء الله، موجودين في النادي وندعمه سواء كنا موجودين أو غير موجودين. حشمك. طبعا كل اللي يحبون سعد ينتظرون اللحظة هذه وهذه المناسبة. نتذكر أول ما كان معنا في منتخب الناشئين، يعني يمكن عام 2000 تقريبا أول ما بدأ في المنتخبات. الآن ما شاء الله الحين بعد 11 سنة من التاريخ هذا، الآن قاعد نفرح بيوم أو في هذه المناسبة بزواجه، ونقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. سعد أتوقع يعني أنا بوجهة نظري الشخصية تأخر شوي، لكن يعني هذه فرصة طيبة له، وإن شاء الله أنها تكون فاتحة خير عليه إن شاء الله وحياة سعيدة.